السلام عليكم. انا شريف عبد الرحمن القاسمي، عضو في جمعيه القواصم النبلاء للقنص بالطير الحر. احنا واحد الجمعيه اللي هي مسجله كباتريمون ولا كتراث لا مادي في التراث لا مادي الشفاهي. حنايا كنحاولوا نحافظوا على التراث هذا من جدودنا، خديناه من عند جدودنا، وحنا كنحاولوا نحافظوا عليه باش نعطيو لولادنا وما جا وراهما. احنا كطير عندنا ان فوكون ولا عندنا واحد الطير اللي هو حر مغربي 100% كيتسمى الطير الحر ولا كيتسمى لو فوكون بيرلان داتلاس. كيكون متواجد في نواحي في الشواطئ تاع كيكون في الشواطئ تاع اسفي. كيكون من اسفي حتى لتحت اكادير حويره تغازوت ما جا وراهم من هنا لتحت. كنحافظوا عليه. اولا الطائر كيكون سوفاج كيكون بري، وحنا كنديروا ليه دوميستيكاسيون ولا كنديروا ليه كنربيو كندريسيو باش انه يولي صديق مع الانسان، اليف مع اليف وقابل انه يترافق مع الانسان، ما يعض ما يأذي ما حتى حاجه. كيكون عنده كفكره اساسيه انه يشد لابروا ديالو ولا الفريسه ديالو كحمام، حجل، كاي وما جا وراهما. الحجل دا والسمان. كنستعملوا ادوات اللي هي معروفه ككوبيل، اللي كنقولوا هذا الكاسك اللي كيكون هنا الفوق كيتسمى الكوبيل. كنديروه باش كيبقى في الظل في الظلام ما كيبقى ستابل. كنيفيتيو ولا كنجتنبوا انه يتاذى عن طريق فرفره، وداك الشيء الا فرفر يقدر يضرب بشي جناح يتهرس، علما ان الجناح الريش ديالو ريشه وحده خاصها عام باش تنوض، ولا خاصها تكاد عن طريقه اصطناعيه اللي كتساوي شويه الفلوس. حنا كنيفيتيو هذاك ولا كنجتنبوا هذاك المشكل باش اننا عن طريق وضع هذه الكوبيل فوق الراس فوق الراس. كنستعملوا الليغا اللي كتحمينا حنا من الاذيه عن طريق هاد المخالب اللي عنده هنايا. وكنستعملوا هاد الفصال هادي ولا هاد الفتيله هنايا باش كتشد لينا الطير، كتشدوا لينا باش حنا باش ما يحاولش يطير ولا يحاول في قيته لا دوميستيكاسيون ديالو. هي هوايه، سي اون باسيون. حنا لا، حنا في المغرب وارثينها ابا عن جد. جد ديالي كان بياز، اب ديالي بياز، انا بياز، ولادي تما يولوا بياز ان شاء الله. بحال هكا كنحاولوا نورثوها. حنايا القبيله الوحيده ولا اللي معروفه بالقواسم، اللي كنديروا اللي حنا بيازه. حنا بزاف دكاله معروفين في دكاله كنديروا حتى بياز. هو الطرائف الوحيده اللي كيكونوا بعض المرات هي ملي كيكون تحطي الطير اول مره لشي واحد ما مولفش به، هذيك الخلعه اللي كتكون فيه داك كيلقى واحد لقيتها اللي هي شويه مضحك وشويه طريفه جدا. هذاك الغوت وهذاك الخوف اللي كيكون فيه في الاول. بحالي انا ملي كنت صغيره كنت اول مره شفتو كنخاف منه، لا عندك يعضني. في الاخر ملي كتشدو في يديك كتحس بواحد الراحه، كتحس انه راه واخا دير اللي درتي ما كيأذيكش ما يعضكش، واخا فاش تحيد لي الكبيله عادي. فهمتي كيكون بحال هكا هادو الطرائف بعض المرات. بحال حنا في المغرب كله المنطقه الوحيده اللي هي دكاله جماعه القواسم، بالضبط جماعه القواسم هي اللي كنكونوا حنا حنا عندنا ولد بيازه في بيازه. كاين ولاد الاخ ديالنا ولاد في مثلا ورار بنيلال حتى هما كيديروا بيازه. دونك في دكاله تقريبا الدكاله كلها كاينين قواسم. كتقول لهم قواسم هما اللي حافظين على هذه الهويه هذه، حافظين عليها، حافظين على هذا الشرف هذا اللي هو شرف كبير بالنسبه لنا. نكونوا عندنا الطير اللي هو معروف بلا نوبليس في العالم كله. وهذا هو كهويه راه الحمد لله محافظين عليها، ما شادينها من الصغر ديالنا. عارفين حنا راه عندنا واحد الطائر اللي هو ساكخي، خاصنا نحافظوا عليه، خاصنا نوكلوه، خاصنا نشربوه، خاصنا نتهلاو فيه. كنشوفوا هاد التهليه في والدينا كيفاش تهلاو فيه، كنتهلاو فيه حتى حنا، ولادنا كيشوفوا كيفاش كيتهلاو فيه.
اكزاكتومون كتكون واحد العلاقه ما كتبغيش شي واحد يقيسو ويتكرفس عليه، كيبقى فيك الحال الا توعات، كيبقى فيك الحال الا ما كلاش، الا لقيتيه جا فيه الجوع مثلا سافرتي واحد النهار ولا يومين وجيتي لقيتيه ما واكلش مزيان، كيبقى فيك الحال كتقول شوف فرطت فيه ولا الطير عندنا راه الطير عندي كبير وتحدبت عليه كيفاش ربيته كيفاش ولفني كيفاش ولفتو، بحال شي وليد صغير تربيه كتهلا فيها. كاين شي طقوس خاصه التربيه ديالو ولا التعارف بينه؟ كاين هنايا كاينين واحد الطقوس خاصه في التربيه ديالو. كنبداو دائما اولا نغطيو ليه راسو باش كيبقى ديما بحال اللي قلت لك كيبقى في اللوكال ويبقى ثابت. كنبقاو في الاول ما كياكلش معاك، كياكلش لك في يديك، خاصك تولفو ياكل من يديك، تعلموه غير شويه بان راه الماكله جات، تعلموا واحد الصوت وهذا كتعلموا ثاني كيفاش انه راني جيت راه غادي نوكلك، واحد شويه كيولفك كيفاش انك كيفاش توكلوا الحمامه، كيفاش كتقطع عليه. هو سبحان الله العظيم ملي كياكلها الماكله الحيه، حاجه بيته ما ياكلهاش، كياكل غير الحمامه هو اصلا ملي كيشدها كيذبحها وكيتسناها حتى كتخوى من الدم ديالها، عاد باش كيريشها عاد باش كياكلها. عنده غير شويه حتى هو في الماكله ديالها، خاصك تحترم عليه باش انا وياك ياكل لك ما يمرضش ليك بحال هكا. كتكون عاطي واحد القيمه، هو حتى هو كيعرفك راه عاطيه واحد القيمه، كيتهلا فيه كيتهلا فيك وتهلا فيه. كلمه اخيره. وانا كنشكر الجدود ديالنا على هاد الهويه اللي عطاونا، هويه اللي مشرفه، ماشي عند كلشي، ماشي كلشي عارف بالقيمه ديالها، ماشي كلشي كيعرف بالقيمه ديال هاد الهويه هادي. الحمد لله قادين بها وغنفوتوا عليه ان شاء الله. نشوفوا مظاهرات اخرى خاصه بالطير الحر مشاركين فيها كمغاربه، كنشرفوا بها الهويه ديالنا والهويه المغربيه والثقافه ديالنا، وان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله في المستقبل، ونهاركم مبروك.